بيكم في قناة بنت شيف. النهاردة هنعمل مع بعض الكشري السريع. مكوناته بسيطة ومتوفرة عندنا كلنا في البيت، ما بياخدش وقت كتير وكمان طعمه حلو. معايا كيلو رز ابيض وربع عدس اصفر وبصلاية كبيرة طبعا مقطعها صغير وجزرتين مبشورين، والبهارات معلقة كزبرة ومعلقة قرفة ومعلقة بابريكا وبصل بودر وتوم بودر ومعلقة ملح. والقرفة اختياري يا جماعة، اللي حابب طعمها يظهر معاه بتضيفيها، مش حابة بتلغيها. في حلة على النار وهنبدأ مع بعض. في الحلة على النار هنبدأ نضيف معلقتين زيت عشان نبدأ بيهم او نزودها شوية. اول حاجة هنضيفها هنضيف البصل على طول، هنضيف مش هستنى لما يدبل او اي حاجة، هنضيف بعض الجزر على طول وهنبدأ نقلب مع بعض. كده بعد ما بدأوا يطلعوا ريحتهم وياخدوا سوا مع بعض بسيط، نضيف الرز بتاعنا كله نقلبه مع بعض. طبعا هنضيف المية بس، او لو عندك شوربة بس مش هتضيفيها على طول، تسيبيهم يتشوحوا مع بعض شوية حلوين كده علشان ياخدوا طعم بعض ويبقى الرز معاكي مفلفل مش معجن لما يستوي. تفضلي تقلبي فيه شويه كده. تمام كده. طب كده هنضيف العدس امتى؟ لا انا مش هضيف العدس دلوقتي خالص، تابعي معايا وهنعرف هنضيفه امتى. دلوقتي هنبدا نضيف الميه. طبعا انا مش هضيف ميه كتير قوي، يا دوب تكون كده، تكون على يا دوب تكون في بداية الرز، يعني زي ما حضرتك شايفة معايا اهو. عند البداية بالظبط. هنبدأ نضيف العدس امتى؟ هضيفه وانا لما الرز يبدأ يغلي مع بعضه، وقبل ما اوطي عليه هضيف العدس. كده الرز بدأ يتشرب، هضيف العدس ونقلبه مع بعض تقليبه سريعه كده، مش قوي مش كتير، يعني حاجه بسيطه عشان يستوي مع الرز بس، ونغطي عليه ونستوي كده ونشوف هوريهولكم بعد. وبكده نكون خلصنا الوصفه بتاعتنا النهارده، يا رب تعجبكم.